فطائر رائعين كيجيو هائلين في المذاق، روعه ولداد يصلحوا لشهر رمضان. الا بغيتي تعرفي الطريقه ما عليك غير تبعي معايا الفيديو حتى الاخير، وراهم ساهلين وبلا بات فيلو، كيجيو مقرمشين ورائعين، نحتاجوهم في رمضان، نحتاجوهم للكوتي مع الشوربه في العشاء، كيجيو من احسن ما يكون. الا كنتي مشاركه معايا ما تنسينيش من اللايك، كنتي مازال جديده معنا مرحبا بك في العائله الصغيره ديالنا، وتشتركي معنا باش يوصلك الجديد. السلام عليكم اصدقائي صديقاتي الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشر مباركه ان شاء الله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله، وكل ما كنتمناو. رجعت معكم فيديو جديد، غادي نوجد واحد المورقات او مملحات او كل واحد كي كيسميهم، المهم كيف هذا نبداو داكشي ديال رمضان. عندي انا هنا لاباط فيلو، يمكن لك تصاوبيهم باي حاجه بغيتي، يا بالورقه عاديه ديالنا البلديه يا بالعجينه ديال المسمن، هذا المهم انا عندي هذه واجده. غادي نجيب المقيله ديالي، نوريكم المقادير. عندي الكفته على حسب كل واحد القياس اللي بغيتي. عندي واحد البصله مشلضه، قزبر عفوا غير المعدنوس. وعندي هنا الكمون، فلفل احمر، سكنجبير، الابزار وشويه الملح على حسب الذوق. وعندي معلقه الهريسه، وعندي الشعريه الصينيه، انا كنستعمل هذه هي اللي كتعجبني، كل واحد كيستعمل النوع اللي يبغى. وغنبداو على بركه الله. غادي نحط البصله وزيت الزيتون، المهم كديري الزيت اللي بغيتي ولا كتخلطيهم، زيت زيتون وزيت نباتيه. غادي نشحر هذا الشيء وعاد نرجع معكم. هانتوما غادي نشحر البصله تتنزل، مبغيتش ندير معاها الملحه باش ما تطلقليش الماء، غادي نشحرها وغنزيد الكفته. بعد ما نزلت ليا البصله صافي غادي نحرك الكفته تطلق مزيان، وغادي نزيد دابا العطريه كامله، كنصور بيدو وكنشد بيد. وغادي نحرك صافي، زدت العطريه وزدت المعدنوس وزدت ديك المعلقه د الهريسه، صافي غادي نبدا نشحر فيها مزيان ونبدا. طابت ليا الكفته، من بعد درت الشعريه الصينيه في الماء سخون، سلقتها شويه وغسلتها بالماء بارد وزدت وقطعتها وزدتها على الكفته، وغادي نخلط داكشي كامل مزيان، وغادي نبدا نوجد لاباط فيلو ديالي. هانتوما كتشوفوا كنطلقها وكنحاولوا مع لاباط فيلو، راه دغيا كتهرس دغيا كتبدا تقطع، المهم خاصها الخاطر بزاف. كنطلقها، المهم كنطلق 2 ورقات وكنعمر، كنحط الحشوه ديالي وغادي نعمل هذه بودان او رولوات او دي سيجار، كل واحد وكيفاش كيسميهم، او حرابل، المهم عدد الاسماء. صافي هكذا شفتوا راها كتقطع دغيا كتبدا تقطع، خاصنا نديروا معاها الخاطر باش ما تقطعش لينا. صافي كنلويهم هكا وكنحطهم في الصينيه ديالي، وغادي نكمل معكم حتى نكمل ديك لاباط اللي عندي او الورقه اللي عندي. انا غير كنحاول معاهم كنحط وحده فوق وحده، المهم كل بودان درت فيه 2 ورقات، وعلى حساب الرق ولا الغلظ اللي بغيتي، على حساب عينك ميزانك، كل واحد بغيتيها مرقاقه ولا غلاضين ولا هذا، كتحكمي في الحشوه ديال اللي عندك، هي اللي كتحكمي فيها. غادي نكمل على هاد الطريقه تنكملهم كاملين. ودرت حدايا الزبده كذوب، نسيت ما قلتها لكمش في الاول، ضروري الزبده الا كنا دايرين لاباط فيلو كنستعملوا الزبده في الاخير. كنتي غديري العجين ديال المسمن ولا هذا راه ما كديريش الزبده، ولكن بلاباط فيلو كيجيو رائعين وكيجيو ولدادين وكيجيو مقرمشين، انا كنفضلهم بلاباط فيلو.
ها نتوما حيت العجينه المسمن غيجيوك بحال الحشوه، بحال الرغيفات عامرين وصافي. هاد لاباط فيلو كتعطيهم واحد القرمشه وواحد اللذه، عاود نكهه خاصه، عاود شكلي تاني. المهم غادي نكمل هادشي كامل اللي عندي. المهم كنهضر مع المبتدئات، اما الطباخات المغربيات ايا كانت المراه المغربيه او العربيه تبارك الله فنانات في الطبخ. والمغربيات فنانات في الطبخ. كنهضر مع المبتدئات، كاين اللي عاد بادين حياتهم. غادي نكمل على هذا الشكل. ها نتوما كتشوفوا كملت دوك الورقه اللي عندي. غادي نقطعهم على حسب القياس، العبار اللي بغيتي، يا صغار يا كبار يا هذا. المهم انا درتهم كيف ما كتشوفوا، جاو شويه مستطيلين. غادي نقطعهم متساويين. ضروري يكون عندنا هنا الموس ماضي باش ما كنتخسرش لينا الورقه. وعاد غادي نجيب الزبده وغادي نرشها عليهم من الفوق. كتبغي شويه الزبده كثيره. المهم درت قياس ماشي 150 غرام حتى 200 غرام ديال الزبده. ذوبتها. كندوبوا الزبده حتى يتحيد منها داك الكشكوشه وداك الحليب اللي كيكون الفوق كيحيد صافي. اول كنخليوها بحال اللي كنقولوا نوازيط. كنكب عليها ديك الزبده كامله هانتوما، وغادي ندخلها للفران. كنتسناها حتى كتحمر مزيان. كنشعل عليها الفران من الفوق ومن التحت من الاول. الفران راه كيسخن. غادي ندخلها للفران ونرجع معكم وتشوفوا الطريقه. هانتوما بعد ما خرجتها من الفران كتجي مقرمشه شوفوا مقرمشه. واو هادشي باقي سخون. شفتوا الوريقات ديالها كيطيروا مقرمشين. غنحطها في الطبسيل لانه هادشي غنخليها تبرد شويه وعاد نحيدها. المهم الحد ديالنا كيجيو زوينين ورائعين. نتمنى تجربوهم، غادي يعجبوكم ان شاء الله.